السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ام عدمه سيدنا. ان شاء الله راكم كامل بخير، ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاعي باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كما تشوفوا معايا رايحه ندير معاكم وصفه بجاويه اللي هي اطمين احمن بطريقه بسيطه وبمقادير مضبوطه. ان شاء الله كامل تجربوها وان شاء الله تنجحوا فيها. دوكا هنا بالنسبه للوصفه واش نحتاج. هنا عندي كاس تاع الماء، هاوليك نحطو هكا في يعني كاسرونه تكون ثقيله، لانه هاد الوصفه هذه يعني تحب هكا يعني يكونوا شويه ثقال. هنا عندي كاس ونص تاع سميد، يكون موايا يعني متوسط، ما ديروش رقيق خلاص لانه رايح يتعجن لكم. عندي هنا يعني هنا عندي كميه تاع زيت الزيتون، وهنا عندي كميه تاع الزبده، الزبده يعني نوعيه الجيده. انا هنا نخلط هذيك الزبده مع هذيك زيت الزيتون باش نتحصل على نصف كاس يعني خليط بين الزيت و زيت زيتون والزبده. فوالا. ونحتاج تاني كميه تاع الملح. هنا نحط الكاسرونه تاعي فوق النار يعني حتى يسخن هذا الماء هدايا. وهنا بيان سور بلا ما ننسى الرمان، يعني هذا لازم في هذه الوصفه. هنا دوكا بعد ما حطيت هذيك يعني الكاسرونه فوق النار، انا هنا رايحه نزيد الملح يعني هكذا باش ما يخرجش مسوس، ونزيد كميه تاع ليدان هكذا. نزيد هذاك الخليط تاع كما قلت لكم ليدان اللي هي زبده وزيت زيتون. كاين تاني الناس اللي ديرها غير بالزبده، ما تحبش ريحه زيت الزيتون، هذا تاني ممكن يعني تذوبوا هذيك الزبده وديروا نصف كاس تاع الزبده. انا نفضل يعني زيت الزيتون. نحركهم هكا شويه هكذا، نخليه هكا غير 2 دقائق هكا يعني حتى يبدا يغلى هذاك الخليط هكذا. وبيان سور تاني لازم تحتاجوا ملعقه هكا تاع الحطب. وهنا نبدا نفرغ في هذاك الزيت السميد عفوا. بسم الله. يعني هي وصفه جويه قديمه، كانوا الناس يعني يديروها الحمام العروسه، يعني كي تروح العروسه للحمام كي تخرج هذا اللي يديروا هكذا. وتاني يعني ما كانش الناس كامل اللي تنجح في هذه الوصفه، لانه يعني يبان شويه صعيب، لكن صراحه يعني لازم تبعوا فقط الخطوات هكا. لازم هكا نحرك يعني يشبه شويه لاباتاشو، بصح ماشي ما يتعجنش معاكم. يعني هنا ندير هذه المرحله باش ينشف هذاك السميد ويتخلط مع هذاك ليدان كامل. شوفوا يعني هنا اسمحوا لي على جال التصوير، يعني هذيك الاداه اللي كنت يعني ندير البورطابل تاعي باش نصور ما بايش وراهي، الوغ راني نصور في اليد فقط باليد فقط. هنا كما قلت لكم هنا النار لازم تكون متوسطه او يعني قليله باش يطيب لكم. باش قلت لكم يعني احنا في بجايه لازم هذا يعني نديروه في حمام العروسه. وكما قلت لكم هنا لازم طيبوه يعني فريمون تري بيان، يعني حوالي هكاك 10 دقائق وانتم تحركوا حتى تشوفوه يعني يتفتت هكا وحده كيما الطعام. كاين الناس اللي تعاود تغربلو اذا ما خرجش يعني كيما الطعام تغربلو، لكن انا صراحه جينيرالمون ما نغربلوش، لكن دي فوا يعني نوعيه سميد تاني تلعب دور مهم جدا. شوفوا يعني كي تبداو فقط تخلطوا هكا تنشفوه يعني يتديكور هكا وحده ويتفتت. شوفوا كما قلت لكم. لكن هذه العمليه لازم يعني ما توقفوش في الحرك هكا حتى ينشف. وتاني النار كما قلت لكم لازم تكون متوسطه ولا ضعيفه خلاص يعني باش يطيب معاكم، يعني ما تاكلوش هو هكاك نيء. هاوليك شوفوا هكا بالعقل فقط. وبيان سور كي تجيو ديروا حاجه اول حاجه يعني بسم الله باش تسميو هكا باش حاجه تخرج لكم مليحه. وكما قلت لكم انا مولفه نديرو بصح يعني اختارت يعني كي تكون نوعيه تاع السميده هكا ماشي مليحه ولا نفضل يعني من نديروش هكا باش
ما نخسرش هذيك الوصفه. كما قلت لكم انا استعملت سميد يكون متوسط، يعني هذا اللي نستعملوه في هذه الوصفه هذه، لانه كنت تستعملوا رقيق يتعجن معكم هكذا هكذا بالعقل بالعقل. شوفوا ديجا بين مقبلات ودوكا شوفوا يعني دوكا ويزيد ينشف يزيد شوفوا ميم لو فون هذاك تاع هذيك تاع المقله تحسوها بلي يعني بدا شويه يشد في هذيك المقله هكا. نشفوا لازم نشفوا كامل هذاك الماء ويقعد كيما الطعام. كيما قلت لكم بجايه معروفه بزاف بهذه الوصفه هذه، وان شاء الله يعني علاش المناطق الاخرى يعني ما يديروهاش ويجربوها. يعني كما قلت لكم انا هنا يعني نركز على هاد الهضره، لازم تطيبوه ما تاكلوش هو نيء. كما قلت لكم حاولي هكاك 10 دقائق وانتم تحركوا. انا بالنسبه لاطاك تاعي يعني راهي حتى 6، لكن انا درت رقم 2 باش نطيبوا بالعقل ويتفتت. شوفوا يعني كيما حتى تحسوه جاي كيما الطعام. وانا ولادي يعني صراحه يموت بزاف عليه، يحبوه بزاف. انا شاركته ديجا في القناه، لكن عاودته هكا معكم بطريقه مفصله هكا باش تستفدوا مليح وبمقادير تاني مضبوطه. هايلك شوفوا يعني هاوليك يعني كيما يخرج كيما الطعام هكا شويه حتى ينشف كامل هكا معكم. انا هنا نكمل يعني نحرك باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. شوفوا هنا شوفوا يعني ولا كيما قلت لكم كيما الطعام. شوفوا هاوليك انا هنا نكمل واحد 5 دقائق ونحبس. فوالا هاوليك يعني هو يتكل هكا سخون، يعني انا مازال واحد 10 دقائق برك يخرجوا دراري من ليكول. هاوليك كما قلت لكم شوفوا يعني شوفوا يعني يتفتت وحده هاوليك. وهنا بيان سور نحتاج ثاني السكر الناعم، يعني نسيت ما ذكرتوش في المقادير. هكا بسم الله هكا نحاول نديرو هكا في صحن التقديم. هاوليك اون فوا بعد ما درتو في الصحن شوفوا كيما قلت لكم يجي يعني كيما الطعام هاوليك. ومن بعد نحاول ندير كميه تاع الرمان، ندير هكا من هكا كما قلت لكم ياكلوه يعني بالرمان. كاين الناس اللي تزيد عليها باغ اكزومبل المكسرات، يعني هذا يبقى اختياري، لكن يعني كنا نديروه غير بالاخر غير بالرمان ويجي بنين. فوالا هاوليك انا هنا اضطريت باش نبدل هذا الصحن هدايا لانه بزاف بلا. هاوليك كما قلت لكم يعني هكا اللي يتقدم مع السكر الناعم مع هذا الرمان وثاني كاس تاع اللبن. يعني كاين الناس اللي تاكلوا باللبن، يعني انا ولادي ما ياكلوش باللبن، ياكلوه غير هكا وحده مع العصير ولا. هي الوصفه تاع اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. كما قلت لكم يعني وصفه سهله وبسيطه، وثاني اهم يعني تجيب بزاف عائله، خاصه يعني البجاويين يحبوه بالبزاف. هايليك وكما قلت لكم يعني يخرج يعني كل حبه وحدها. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله ينال اعجابكم. هاوليك كما قلت لكم هاوليك يعني جا يعني تفتت وحده، يعني جا بزاف هايل. انا هنا لحقت لنهايه الفيديو، نقول لكم شكرا جزيلا على المتابعه. دمتم اوفياء للقناه وبارطاجيو لا فيديو هكا باش تعم الفائده للجميع ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.